منظر فظيع. يا عيني على الدلع. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بصوا بيجروا، في غريب بيجروا يلحقوا ينقذوه. أصور لكم النهارده قرية بورتو مطروح. طبعا المكان ده طلع مفاجأة بجد، زي بالظبط شرم والغردقة. هوريكم كل حاجة فيه بالتفصيل. أوله كده احنا لسه بره. بص هوريكم ان في بره ايه بالظبط. مطعم مشويات، مطعم سمك، وجنبيه كريب وفطير، وجنبيه هنا ادي عيش فرنه كامله، وفي جوه مطعم فول وطعميه. ممكن ادخل ابص عليه كده. ده كده الفول والطعميه. في فول وطعميه هنا صح، وبطاطس وبتنجان، فطار شعبي كامل صح. يعني هنا 7:30 والعيش 6:30. خلصنا كده الفول والطعميه وخرجنا. في هنا طبعا كافيه. في بعد كده سوبر ماركت، ممكن برضو ندخل دلوقتي برضو نبص عليه واوريكم كل حاجه فيه. ادي السوبر ماركت من بره، نشوفوا بقى. بصوا في كل حاجه هنا. ادي فينو، وادي العيش، حتى اللب، العاب اطفال، في حاجات الساقعه كلها، مولتو، شاي، كل حاجه موجوده. انا متهيالي مفيش حاجه مش موجوده، حتى الطحينه، حتى كل حاجه اهو. الايس كريم، اللبن، حتى الخضار. يعني اللي شايله هم الخضار اهو، خيار وطماطم وليمون وبطاطس وثوم، فاكهه، صابون، مناديل. بصراحه اللي عاجبني هنا كمان الاسعار زي القاهره بالظبط، فدي ميزه. بصوا الجبن، مخللات. خلصنا كده السوبر ماركت، داخلين بقى القريه ذات نفسها، نشوفها واحده واحده. اول ما بتدخل القريه كده المسجد على ايدك اليمين، مسجد كبير جدا. بعد كده بقى موجوده القريه. اصور لكم هنا على الشمال الاقوى كده، ادي الاقوى. ندخل برضو ونشوفها. بعد كده دخلنا عليها، طبعا بيشوف الاي دي وعدد الافراد، وبعد كده بنشوف الالعاب اهي. بنتمشى كده موجود فيه 3 العاب. هنا طبعا عباره عن 4 ادوار. اخر دور ده اللي فيه اللعبه الزرقاء، اصعب واحده. العمق هنا طبعا ما يجيبش متر. هم دلوقتي طلعوا يركبوا الزرقاء اللي هي اصعب واحده. هنشوفهم دلوقتي هم نازلين، دي اصعب واحده. نازلين نازلين نازلين. جميلة. هيجربوا برضو الاتنين التانيين. اللعبة الزرقاء ليها عوامة، فاللي بيطلع بعوامة لازم يطلع في الايه، في اللعبة الزرقاء. لكن اللعبتين التانيين بينزلوا من غير عوامة. كده هم طالعين من غير عوامات، يعني عشان هيجربوا الصفراء او الحمراء. نزلت اهي، نزلت كده، نزلوا ورا بعض. دلوقتي طلعوا يجربوا الحمراء. نازلين طبعا، بيبانوا وهم نازلين. نزلت، هو نازل وراها على طول. طبعا لازم توصل الاول وبعد كده هو ينزل. نزل. بيغرق في ايه بس. والحمراء عجبتهم، بس لازم تنامي فيها عشان تنزلي بسرعه، لكن لو ما نمتيش فيها هتنزل بطيئه جدا. يعني هطلع اجرب، بس هما بيقولوا الزرقاء روعه. عين بقى نشوفها من فوق. لازم تحط طبعا تغطس رجلك في الميه دي عشان تنضف رجلك قبل ما تطلع. بصوا كده ينزلوا يغسلوا رجلهم بمعنى اصح، وبعد كده يطلعوا. نطلع كده، بصوا المنظر من فوق. دول ادي الصفراء وادي الحمراء اللي بينزلوا من غير عوامات. هنا نطلع الدور الاخير بعوامات بقى.
دي الزوجي كده ودي المفرد. نطلع نشوف. طلعنا كده اخر دور. بصوا المنظر، منظر من هنا حلو جدا. وهي دي الثلاث العاب باينين فيها. وادي المكان، وهننزل من هنا زي ده كده. يلا بقى جرب، ادعوا لي. يلا باي اكوا ونشوف اللي بعده. طبعا معروف ان بورتو ليها شاطئين، الشاطئ اللي هو بالباص والشاطئ التاني بس مش ممهد للنزول، بس ده للملاك فقط. كده استرخاء. طبعا ما حدش شايفك من بره يعني مخصوص، وقدام بورتو الصور فيه تحفه. هو هنا الشاطئ صخري اهو زي ما انتم شايفين كده، صخري كله نظام خوص من الجناب. نشوف بقى اللي بعده. دي كده احنا وصلنا عند الاتوبيسات اللي بتاخدنا للشاطئ، بتقف مقرها قدام بورتو بالظبط اهي. طبعا ليها مواعيد مختلفه، مواعيد الموجوده على الباص ده. وبصوا بقى من جوه كله مشمع، عشان طبعا الناس ايه بتطلع من البحر مبلولين. ايه دي المواعيد التانية ماشي، يعني في 10 يعني عندك 10 ونص 11 ونص. ايوه نص ساعه بتغير، نص ساعه وتغير صح. وصلنا كده بورتو مطروح، الباص بياخدها حوالي في 4 دقايق. يشوفوا الاي دي وبعد كده ندخل على الشمسيه. كده وصلنا داخلين الشاطئ كده. دي كافيه اهي. بعد كده الشاطئ هوريكم ان هو مقسوم 2. ليه مقسوم 2؟ مقسوم مستأجرين ومقسوم ملاك. الملاك اللي على الشمال دول هنقرب منهم اكتر. ده كده للملاك اهو، يافطه اهي اونر. اللي بيفرق طبعا القعدات والخوص. ندخل يمين كده، ده للمستأجرين. ده كده الكافيه اللي موجود على البحر. في ايس كريم وفي ذره مشوي اهو، ايس كريم ذره مشوي. في عصاير جوه قدام البحر على طول. نقرب ونشوف ايه هو عباره عن ايه. ده كده الكافيه، ايس كريم اهو صح؟ دي الانواع كلها يعني ماشي. بسكوته بوله واحده اي طعم من اختيار حضرتك ب 20 ماشي. بولتين 30، 3 بولات 40. حلو. هنا سوبر ماركت ودي الكافيه. وده اهو بتاع الذره. بكام الذره المشوي؟ انت كفايه الله يخليك، تاكل على حسابنا دول. الله يخليك. بكام الواحد؟ دي ب 15 وفوق 20. في ب 15 على حسب الحجم صح؟ 15 و20. 100 الله يخليك. وفي العاب اهي لسه بتتفتح، وفي سله طبعا اهي. يا كابتن اللي هناك كده الحمامات اهي، ودي الشاطئ. طبعا عباره عن 3 صفوف كده يا صلاح. والله مش عارفه اقول لك إيه. الناس هنا ذوق، والله انتوا كلكم ذوق هنا. ده كده البحر روعه روعه. كام لون البحر كله. طبعا اجمل حاجه هنا الانقاذ. دلوقتي هم بيتدربوا. واحد منهم نزل للميه اهو عشان الموج عالي النهارده، وهيشاور دلوقتي اكنه بيغرق، والتاني هيخش ينقذه. دلوقتي صفر له اكن واحد بيغرق. داخل ينقذه اهو. الموج النهارده عالي فمساعدهم على التدريب. نقذوا كده. ده تمت عمليه الانقاذ. بصوا بيجروا في غريق، بيجروا يلحقوا ينقذوه اهو.
طلع فيشنج، طلع تدريب. عبارة عن ايه ده؟ فريسكا تفاح؟ ده بكام ده؟ يجي 20 في 25. 20 و25. لا جميل. اوكي. زلابيا حلويات. بتاع الزلابيا بينادي بقى ونشوف ايه اخبار الزلابيا. الزلابيا بقى ايه؟ وعسل وشوكولاته. سكر. دي عسل. ماشي. ودي شوكولاته ودي سكر. الطبق بكام؟ من غير فلوس خلوها علينا. العسل والسكر ب 35 والشوكولاته ب 40. الله. لا جميل. ماشي. جميل. وجايبه 50 جنيه بره. جايبه طازه ها؟ طازه والله. لا 100 100. المفروض 40 جنيه بس احنا بنبيعه كده والله. خلاص لا 100 100. هندوق بقى، هندوق ونحكم. ماشي؟ يا عم دوق الاول. اوكي اهو خدنا طبق اهو نشوف. ندوق بقى. دوقنا كده اللي هي بالشوكولا. جميله. جميله اهي. نكمل بقى اكل. خلصنا الشاطئ، نشوف اللي بعده. نموذج لوحده من الشاليهات. الكارت ده اهو، ده عشان فتح الباب هنا. هوريكم دلوقتي بيتفتح ازاي. كل الابواب هنا مؤمنه، ما بتتفتحش الا ايه، لازم كده توماتشيكي وتدخل. نموذج بقى لشاليه استوديو. اول ما ندخل كده اهو، المطبخ على ايدينا الشمال اهو، اطباق الحلل والمعالق وكله، كاتل ودي بوتاجاز. وبعد كده على ايدينا اليمين الانتريه، هي دي بتتفتح طبعا، كنبه بتتفتح، سرير، تلفزيون، ودي التلاجة. بس انا هوريكم المنظر دلوقتي، بس ندخل الاول. هوريكم هنا دي كده غرفة النوم، وفي طبعا سرير زيادة هنا متحرك، وده الدولاب، وطبعا مكيفة، وريسبشن برضو مكيف اللي هو اللي قدام الفرندا. طبعا المنظر هنا من هنا اهو، في مروحة كمان، منظر من هنا فظيع. هوريه لكم طبعا ايه من البلكونه احسن. حمام بقى كده اهو، الدش، دي الغسالة. هوريكم بقى المنظر دلوقتي. طبعا بيبقى فيه يعني شقتين قصاد بعض. دي كده 7207 اهو. اوريكم بس منظر الفرندا، دي الكراسي، ترابيزه، منظر فظيع. بصوا البحر طبعا اهو باين من هنا. الشاليهات اهي، دي الارضيه، الشاليهات اللي بجنينه. بقى كده القريه ذات نفسها، قريه بورتو مطروح. طبعا انا بصور على توقيتات مختلفه، لان انا بصور على كذا يوم. بصوا اول حاجه كده في القريه في ملعب طبعا كره قدم هنا، شايفين بس العماير هنا، الالوان طبعا مختلفه، والخضره في كل مكان. طبعا انتوا شايفين الفرق، ادي الارضي وفي مرجحه طبعا، وادي الدور الاول وادي الدور الثاني. القريه طبعا مقسومه 2، في ملاك وفي مستاجرين. يعني ايه ده كده؟ الملاك، بصوا ده كده الملاك اهو، رايق كده من قريب. ده العمق 130. طبعا بالنسبه لاقوى الاطفال موجوده في كل حمامات السباحه. بصوا ادي حمام السباحه ده، بس ده طبعا خاص بالملاك، لكن الاقوى موجوده في كل حمامات السباحه اهو. نشوف بقى بقيه القريه، نكمل تمشيه. بعيدنا اهو على حمام السباحه الخاص بالملاك. طبعا في وحدات هنا كلها بتطل على حمامات السباحه او البحر، او ابسط حاجه زي الوحدات دي كده بتطل على ايه، الجناين يعني، وبتشوف حمام السباحه من بعيد. بصوا احنا كده بقى رايحين فين. طبعا هنا ده العجل. بالليل هجيب لكم القريه برضو عامله ازاي. داخلين كده على المستاجرين، هوريكم الفرق قد ايه. بص طبعا اهو يمين وشمال،
في بوابات في كل مكان كده. طبعا الشاور هنا موجود في كل حمامات السباحه. ده المستاجرين. بصوا الزحمه، يعني زحمه ازاي، بس ده برضو الزحمه اللي هي البسيطه. نقرب تاني عليه كده، قربنا منه اكتر اهو كده. العمق الكتير اللي هناك ده عمق 130، وبعد كده الاقل، وبعد كده هنا حمام للاطفال خاص، حمام سباحه خاص بالاطفال. في طبعا هنا عربيه ايس كريم، ودي مأكولات سوريه اللي هناك دي اهي، مأكولات سوريه. هوديكوا اللي هناك ده في اكوا للاطفال كتير قوي. طبعا انت ممكن تنزل هنا اي حمام سباحه انت عايزه، بدل مستأجر تنزل اللي انت نفسك فيه. ده ما عجبكش تنزل التاني وكذلك. قربنا كده من ده، بصوا ده في اكوا عدد اكبر. وفي طبعا على الشمال هنا برضو حمام سباحه اهو. كل مكان هنا في حمام سباحه. ده للكبار اللي هو لغايه 130. طبعا بيتعرف للملاك، هتلاقوه رايق جدا. هما طبعا بيشوفوا الكارنيهات اول ما تيجي تقعد. في بوفات اهي، ده للملاك على طول، هتلاقوه رايق. نروح بقى عند الزحمه والهيصه اللي هناك نشوفها. الهيصه هنا جميله، فقعدنا هنا نجرب الهيصه شويه. الحفله بتاعت بالليل الساعه 9 عند كافيه اسمه عيون. تمام. الساعه 9 احنا بنبتدي ستريتشنج، وبعد كده هنروح زومبا دانس، وهننزل ووتر بول وجيم. تمام. وكل الاكتيفيتي معانا. هو كده بيبدا من الساعه كام ونهايته الساعه احنا كام؟ بنبتدي يوميا من الساعه 1 الظهر زي دلوقتي لحد الساعه 5. حفلات بالليل بتبتدي من الساعه 9 لحد الساعه 12. لو حد حابب يعمل معانا ستريتشنج لسه صاحيين بقى عايزين نتفرج اهو، يلا عند الجيم انتظار حضرتك. اوكي. هيبداوا كده خلاص استرخاء بقى. احنا واقفين جنب حمام السباحه بالظبط. انا هوريكم كل التمارين اللي بيعملها لهم عشان لو حد حب يعملها في البيت. مش عارف مين يعملوها. الاسترخاء في الاخر. يوجا. يا عيني على الدلع. كمان 5 دقايق لعب في الميه. هيلعبهم كده لعبه جديده. قسمهم فريقين. سمى الفريق اللي على اليمين ده بيبسي، والفريق اللي على الشمال كوكا كولا. فرد من هنا وفرد من هنا، ويشوف مين اللي هيوقع التاني في الميه لغايه ما تخلص المجموعتين. وقعوا في الميه. اول واحد من الفريق ده خسر. يشوفوا بقى التاني. يلا يا نور، يلا يا نور. شكلها ضاع في الميه في الاخر. يا نور يا قراء، هتقع في الاخر انا حاسه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. وقع. مجموعة أطفال يمين ومجموعة أطفال شمال. صيادين السمك.
اللي الكوره هتيجي فيه ومش هيمسكها يطلع بره. طلع بره بره. دلوقتي بقى بيلعبهم العاب وهم في حمام السباحه. نط كده فكرني بعادل امام. باكا بوتا كلهم يتجمعوا كده في الجنب يقدفوا زي ما انتوا شايفين. رياضه. طبعا معلومه، مكان الانيميشن بيتغير كل يوم في حمام سباحه مختلف. يعني امبارح كان في حمام السباحه اللي هناك ده، النهارده في حمام السباحه ده، حتى هتلاقوه ده اللي قريب من البحر النهارده. بداوا كده الاسترتش، واقفين موقع حلو جدا. حمام سباحه يمينهم، حمام سباحه شمالهم. اخر حاجه بقى اليوجا. طبعا قدام حمام السباحه هتلاقي حاجات كتيره جدا، بيفوتوا هنا فريسكا وكل حاجه. فريسكا دي كده فقره الزومبا. بقى القريه بالليل، بصوا المنظر. طبعا الحفلة بتبدأ من الساعة 9 ل 12 عند سمايل اهو. كده نزلنا ورايحين على الحفلة. بصوا انا بوريكم بس الإضاءة عاملة ازاي. ده كده حمام السباحة بالليل، بصوا الإضاءة بتتغير ازاي. يلا مكملين على سمايل. وصلنا كده عند سمايل، ودي الحفلة بقى دي. يلا بقى ندخل فيها ونشوفها. ندخل سمايل كده نشوفه من جوه فيه ايه. اهو كده دخلنا سمايل. بصوا المصاصه قد ايه. بصوا كل انواع الحاجه موجوده. في هنا كافيه. مشروبات هنا ايه؟ عصير فريش. لا ميلك شيك، ايس كوفي، ايس لاتيه، ايس فرابيه. كل ده؟ كل حاجه موجوده. كله موجود هنا اهو. تعالوا بس. ودي القعدات اللي قدام. وهنا عند الحفله اهو في ملاهي للاطفال عند سمايل. دي الحفله. الفاير شو هيبدا. جامده جدا، حلوه قوي الحركه اللي فاتت دي. كده بيوريهم لعبه جديده ازاي يتمشوا وبعد كده يتصوروا زي عرضات الازياء. عايزين يسقفوا سقفه كبيره قوي. يلا بقى معانا على السقف، عايزين نشجعها بسقف. يسقف كده وراكب مشوار. انت كده راح السوق. تعالوا بس كل تعالوا.
ايوه هتبدأ من الاول يعني ماشي. يلا دي جي يلا. اتفضل يا ابو سيد اتفضل. فايت بوزيشن يلا. معانا على الصف عايزين نشجعها بصراحه. معانا على الصف امشي. بوزيشن نمبر 1 بوزيشن نمبر 2 الدولية. يو ايه ده؟ بوزيشن نمبر 1 بوزيشن نمبر 2. بعد اذنكم فكروني بس منى كانت دي مسابقة رقص. مريم وهنا نسمع لهم سقفه كبيره. ايوه كده. نسمع سقفه كبيره قوي لمنى. سقفه كبيره قوي لياسمين. اوبا يلا معانا على السقف. شغل ميوزك تمام. اللي هيفرقع الاول هو اللي هيكسب. البالونه تقع منه مش هيخسر. مش سامع نلعب ولا نرقص؟ كده احنا متوجهين نروح نشوف بقية القرية بالليل. ده المكان ده مخصص للوجبات، في كل حاجة. نشوف المنيو كده. في هنا ايه، ميلك تشيك وكريب، برجر لحم، برجر دجاج، حلويات، ايس كريم وزلابيا وحاجات كده، عصاير فريش، مشروبات سخنة، سموزي، بيتزا، سجق شرقي سوري، حواوشي. بصوا كده الأسعار دي، أحجام وسط وكبير. هنا بقى تأجير عجل وعربيات وباتيناج. ده الباتيناج كده اهو. أنا عايزة أعرف بقى أسعار كل حاجة هنا. الساعة ربع ساعة ب50. ده ربع ساعة ب50. أيوه ساعة ب50. دي للأطفال 150. ساعة ربع ساعة ب200. ده ب150 وده ب150 وده ب200 وده ب200. ده ايوه 3 عربيات دي ربع ساعة ب150. ماشي. بيتش باجي ربع ساعة ب150. وده بيتشباب ب200. ده ب200. ده أكبر طبعا. والكبير خالص ب250. الكبير خالص ب250. ماشي. والعجل ده ربع ساعة ب50. السرعات ربع ساعة ب80. ده كده المكان كله.